سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم قناه نهى. بالنسبه للفيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون عباره عن سلطه سيزار اللي غنوجدها معكم بطريقه سهله بزاف، كتجي بنينه، وغادي نحضروا معها طبعا واحد لاصوص اللي كتجي رائعه. اول حاجه قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، ديروا اشتراك في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب، وفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم جديد الوصفات. طبعا قبل اي وصفه ضروري يكون المكونات ديالها حاضرين، فلذلك غادي نمشيو نتقداو. انا هنايا ديتكم معايا دويره خفيفه في المارشي. اول حاجه جبت هذا الخبز هذا اللي شاركت معاكم في الفيديو اللي هو ضروري بالنسبه للسلطه، وجبت شي حويجات اللي غادي نشاركهم معكم دابا. صافي هنا راه وصلت للدار. بالنسبه للمشتريات راه جبت السكر. هنا صراحه انا كنستعمل هذا السكر هذا البني كيجي زوين في اتاي، كنستعمل اتاي او القهوه كيجي زوين بزاف احسن من داك الابيض. صافي جبت غير لا كريم سالت ليا. جبت هذا الخبز هذا اللي غنستعمله في لا سالاد سيزار. هذا الخبز ديجا غريي، يعني تقدروا تستعملوه اولا تشريو البان دومي عادي او الكومير عادي وتستعملوه. انا صراحه غير بغيت نجرب هذا حيت بالقمح الكامل. هنا شريت البارميزون، الفرماج ديال البارميزون حتى هو غادي نحتاجو في لا سالاد. وجبت شويه ديال لي فخوي وشويه ديال الحاجات اللي احتاجيتهم. هنايا لقيت هاد اللي فخيت هادو صراحه ما كيكونوش بزاف، لقيتهم فخديتهم. جبت جلبانه طبعا كنستعملها بزاف حتى هي. صافي وهادو هما المشتريات ديالي مع البابريكا فيمي. دابا غنشارك معكم بعض المشتريات صراحه اللي خديتهم من شوسيه. لقيت لي سولد، او هو دي ستوكاج ماشي سولد، كاين دي ستوكاج، فخديت هاد لي بالغين ولا سبرديلات شنو كتسميوهم. خديتهم ديال الدراري الصغار صراحه زوينين بزاف والثمن ديالهم رخيص. هادي اللي كنوريكم هاد الحمراء هادي راه خديتها بشي 10 اورو، كانت دايره شي 19 ولا 20 اورو، خديتها ب 10 اورو يعني 50% ناقصه. وهذه راه كانت دايره شي 13 اورو وخديتها ب5 اورو. صراحه الا كنتو في فرنسا وكانت حداكم شي شوسيه سيروا ليها، راه غتلقاو صراحه كاين هاد ستوكاج. انا مشيت في الاخر فلقيت ما كاينش بزاف ديال لي شوا. وهما قولوا لي الراي ديالكم في التعليق عليهم. صافي دابا ندوزو للوصفه ديالنا ان شاء الله. اول حاجه جبت هنايا هو الصدر ديال الدجاج. درت عليه شويه ديال الملحه، غندير عليه شويه البزار وشويه ديال الثومه بودغ وشويه ديال البابريكا فيمي. صافي وغنشحرهم مزيان تيتحمروا هادو. يعني من بين الاسرار باش كتجي لا سالاد زوينه بزاف. كنحركوهم مزيان وكنجهدوا عليهم البوطه ونخليوهم تيتحمروا من جميع الجوانب. صافي كنطفيو عليهم نخليوهم جانبا. دابا ندوزو داك الخبز اللي شاركت معكم في الاول ديال الفيديو. هو راه كيجي هكا طريفات شويه كبيبرين، كنقطعوهم مرصوات صغار وكنرشوا عليهم شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال البزار. هنايا راه ما بانش مزيان في الفيديو. صافي وكنحركوهم مزيان وكنديروهم في الاير فراير باش يتحمروا اولا ديروهم في الفران. ضفت عليهم انا حتى شويه ديال الثومه بودغ، حتى هي صراحه كتعطيهم واحد المذاق زويون بزاف. صافي غنديرهم باش يتحمروا. ودابا غادي ندوزو باش نبداو نوجدوا لا سالاد. هنا طبعا بالنسبه للسلطه ضروري يكون عندنا الخس. خاص بكميه شويه يعني تكون زايده. طبعا كنغسلوه بالماء والخل او الماء والملحه، كنشفوه مزيان ونقطعوه قطع صغيره اولا موين كما كتشوفوا في الفيديو. كنفرشوه هو الاول في الطبق ديالنا. من بعد غادي نضيف عليه الخيار اللي حتى هو قطعته قطع متوسطه. غنضيف المايس اللي طبعا هنايا راه غسلته، يعني غسلته مزيان وسقطرته. حد غادي نضيفه. غادي نضيف القطع ديال المونغ. كيجي زوين بزاف هذا المونغ مع لا سلطه سيزار، كيجي صراحه واحد البنه رائعه بزاف. صافي غنضيف هنايا قطع ديال المونغ. ثم غادي نجيب الخبز ديالي اللي تحمر مزيان وغادي نديرو على سلطه من الفوق. صراحه هذا الخبز جا واعر بزاف في هذا السلطه، عطاه واحد البنه خطيره بزاف. صافي وغادي ندير الدجاج اللي حمرته معكم في الاول ديال الفيديو، غنديرو من الفوق. هي صراحه غير الشكل ديالها كيشهي بلا زعما بلا والو. سيرتو داك الخبز محمر مع الدجاج محمر كيجي زوين بزاف. ندوزو دابا بالنسبه لاصوص. غادي نحتاج المايونيز.
انا هنايا راه كنستعملها صراحه واجده. وعندي هاد المايونيز صراحه ما فيهاش البيض. صافي غندير عليهم واحد المعلقه تكون صغيره وعامره مزيان ديال الفخوماج بلون. راه ديما كنشاركو معكم في الوصفات. شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الثومه بودغ. غنضيف زيت الزيتون وعصيره ديال الحامض. هنا ضفت حتى شويه ديال البصله بودغ، الا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها. زيت الزيتون طبعا وعصيره ديال الحامض في الاخير، وكنخلطو مزيان هاد المكونات يتجانسوا. لاصوص كتواتى مزيان مع هاد لا سالاد. والى عندكم زيت ديال الارغان كتجي رائعه بزاف، كتجي احسن من زيت الزيتون. الى عندكم استعملوه. صافي كنخلطوها حتى نحصلوا على هاد الخليط هذا يكون خفيف. ومن بعد غادي نديروها من فوق لا سالاد ديالنا. راه كتجي بنينه، غير جربوها. واكيد الا جربتوها غتولي معتمده عندكم، ما غاديش تستغناو عليها. صافي هذه هي لا سالاد ديالنا. من بعد غادي نضيف عليها في اخر خطوه هي داك الفرماج ديال البارميزون، غادي نضيفوه من الفوق. حتى هو كيجي بصراحه واحد اللذه زوينه بزاف. يعني الطعم كيختلف ملي كنديروه، كيكون واحد الطعم مختلف وبنين طبعا. هنا راه كنزوم ليكم باش نوريكم لا سالاد الشكل ديالها كي جا. هنا صافي راه رشيت عليها البارميزون داك النيت اللي تقديته في الاول. ندير واحد الكميه لا باس بها، ما يكونش كتير بزاف وما يكونش قليل. وهكا راه كتجي لا سالاد ديالنا زوينه بزاف بنينه، تقدروا ديروها للغداء او للعشاء. ويعني غتولي معتمده عندكم حيت فعلا رائعه، وغادي تستغناو انكم تاخذوها من المطاعم. طبعا الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، ديروا اشتراك في القناه وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. شكرا لكم، الى اللقاء.